في البداية بس عشان نبقى متفقين، الفيديو ده إنتاج نتفليكس، يعني المفروض إن أنت هتلاقي جواه شوية حاجات من اللي قلبك يحبها، بس ما تقلقش هحاول على قد ما أقدر إن أنا أنضفهولك، فما تنساش بقى تعمل لايك وشير وتجيب حاجة تاكلها. ويلا نبدأ. بيبدأ فيلمنا ببنت سايقة توك توك ورامية سواق التوك توك في الكرسي اللي ورا. والله زي ما بقولك كده. المهم ان امها بتكلمها وبتسألها انت ايه اللي خلاكي تمشي في نص الفرح بالطريقة دي، وبتقول لها انها اضطرت تطبع لوحة زفاف جديدة لان الطباعة بوظت لها اللي كانت عاملاها. ولما بتبدأ امها تزعق لها بتقول لها مادي انا قدامي بالظبط دقيقتين وهكون قدامك، وبتاخد غرز من بين كل العربيات لدرجة ان السواق اللي ورا بيكون هيرجع. وبنتنقل بعدها المحكمة واتنين متجوزين بيكونوا عايزين يتطلقوا بسبب اهبل جدا، وهو ان لهجاتهم مختلفة، مش عارف هو باين صعيدي وهي من كفر الشيخ. المهم انهم عايزين يتطلقوا وخلاص، وبسبب ان القاضي باين هو الشخص العاقل الوحيد في الفيلم ده بيشوف ان سبب اهبل وبيديهم مهلة 3 شهور عشان يهدوا. وهنا بقى بنتعرف على كوستي وهو محامي الست اللي عايزة تتطلق، وبيقول كوستي للقاضي ان 90 يوم كتير جدا وهو عايز يتم الطلاق ده دلوقتي، وبيبدا يديله اسباب هبله جدا. وبنشوف ان القاضي بدا يزهق منهم ومن اليوم اللي اشتغل فيه الشغلانه دي. وبنرجع بقى تاني للبنت واللي بنعرف ان اسمها نيرالي، والحوار اللي كانت عاملاه ده كان بسبب ان مكتب امها هو اللي منسق الجوازه دي وهي عايزاها تطلع باحسن صوره. ومن كلامهم بنعرف ان نيرالي في الاصل هي دكتوره نفسيه، لكن بسبب ان ده اخر فرح هتنسقه امها فهي اللي هتدير المكتب بعد كده وهتبقى دكتوره نفسيه ومستشاره جواز في نفس الوقت. وبنرجع بقى بعدها تاني لكوستي واللي لسه بيحاول لحد دلوقتي يقنع القاضي. ومن كلامه بنفهم ان كوستي متعقد من الجواز، عشان كده شايف ان اي جوازه هي عباره عن مشروع فاشل. وبنعرف ان كوستي نفسه عارف ان الحاجه اللي بيقولها هبله جدا، لكن ده برضه تبع خطته. وخطته هي انه يزهق القاضي في عيشته، وفعلا بينجح في ده. والقاضي لما بيجيب اخره بيتم لهم الطلاق ده عشان يخلص. ومن تاني يوم بتبدا نيرالي تكبر شغل المكتب بتاعهم على قد ما تقدر، عشان كده بتقرر هي وامها انهم هياخدوا مكتب في مكان تاني يكون اكبر. ولما بيكونوا رايحين يتفرجوا على مكتبهم بيتفاجئوا ان المكتب اللي جنبهم بتاع محامي طلاق وهو كوستي. وبتكون نيرالي شايفه ان ده فال شؤم عليهم، لكن امها بتقنعها ان ده عادي وانهم مالهمش دعوه. ومع انها ما بتكونش مقتنعه الا انها بتضطر توافق. وبيجي كوستي تاني يوم لمكتبه وبيتفاجئ باليوفط بتاعت جارته الجديده، وبيقرر يروح يرحب بيها. وبياخد معاه علبه فيها الكروت بتاعت مكتبه وبيروح يديها لها، وبيقول لها انه مبسوط انها هنا لان ده هيزود له شغله، عشان الناس اللي هي هتجوزهم هيبقى هو يطلقهم بعد كده. وبيعرض عليها كمان نسبه 8% على اي عميل هتبعته له عشان يتطلق. ولما بيلاقيها اتضايقت بيزودها لها ل 10%، وبيكون مستغرب انها متعصبه وبتطرده من مكتبها. وبالليل بتروح نيرالي لبيتها، وبنتعرف هنا على ابن صاحبتها واللي اسمه كبير. وبنعرف ان كبير ده مش اسمه بس، انما الواد ده بيقول كلام زي الفل. ومن كلامه مع نيرالي بنعرف انها كانت مرتبطه بشخص اسمه فارون ولحد دلوقتي مش قادره تنساه. وبينصحها انها تحاول تمسح ذكرياتهم مع بعض، مش بس من على تليفونها، انما لازم تعمل ذكريات جديده مع شخص تاني عشان تقدر تنساه. مش بقولك بيقول كلام زي الفل. وفي نفس الوقت ده بيكون كوستي سهران مع اصحابه في كازينو، وبنعرف ان الرقص هي اكتر حاجه بيحبها. وفي نفس الوقت برضه بيكون كبير بيحاول يعلم نيرالي الرقص عشان تشقط لها حد جديد تنسى بيه فارون. وبسبب انه بيسكر جامد بيضطر صاحبه جريش ان ياخده يبات عنده. ومن كلامه مع مراته بنعرف ان دي مش اول مره يحصل فيها الكلام ده، عشان كده بتقول له مراته انه يعتبر نفسه اعزب لحد ما يلاقي بنت الكوستي، عشان هي زهقت من الوضع اللي هم فيه ده. وفي الوقت اللي بيكون فيه صاحبه جريش متقدر فيه بسببه، بيصحى تاني يوم وبيلاقيه اصلا هو صحي بالليل وكان خاربها وهم نايمين وجايب نسوان وعايش حياته. وكل ده كمان في شقه جريش. والصبح بيروح كوستي على مكتبه، لكن وهو داخل بيشم ريحه مخلل. ولما بيسأل مين اللي بياكل مخلل في المكتب على الصبح بيعرف انها نيرالي. وبيروح برضه عشان يتخانق معاها فبتطرده تاني من مكتبها عادي. ومن ساعتها بقى بيبدأوا يتصرفوا مع بعض تصرفات اطفال، هو ياخد الاسانسير ويطلع بيه من غيرها وهي تقف تتخانق معاه في وسط الناس وحاجه تعر. وبيكون باين جدا ان علاقتهم ببعض متوتره جدا، وكمان بسبب ان شغلانتهم الاتنين عكس بعض تماما. ففي الوقت اللي بيكون فيه كوستي بيسخن في الزبونه بتاعته على جوزها، بتكون نيرالي بتدي الاتنين زباين عندها درس في ازاي يحبوا بعض، وبتخليهم كمان يعلوا صوتهم بده. وبسبب كده بيتضايق كوستي وبيروح لها تاني وبيتخانق معاها وبرضه بتطرده من مكتبها. وكالعاده كل ده بيحصل قدام كل الموجودين حتى في المكاتب التانيه. وتاني يوم بيكون كوستي قاعد مع السكرتيره بتاعته واللي اسمها سيرينا، وبيشتكي لها قد ايه هو مخنوق من نيرالي. وبتحاول سيرينا تهديه لكنه برضه بيقعد يشتم في نيرالي. وفي نفس الوقت ده بتكون نيرالي حاسه بالذنب لانها كانت هتبوظ له شغله اليوم اللي قبله، عشان كده بتقرر انها هتروح تعتذر له. لكنها لما بتدخل ما بيكونش عارف انها وراه، وبيكون بيشتم فيها وبيقول انه مخنوق من وجودها اصلا. وبتحاول سيرينا انها تنبهه انها وراه، لكن بتكون خلاص سمعت كل حاجه، عشان كده بتزعل وبتسيبهم وبتمشي. وبتعدي فتره على الحال ده. وفي الوقت اللي بيكون فيه جريش بيحاول يلاقي اي بنت الكوستي، بنشوف ان حتى قرايب نيرالي بيحاولوا برضه يخلوها ترتبط، لكننا بنشوف ان اي علاقه ليها بتفشل بسبب انها بتكون لسه بتفكر في فارون. وبيحاولوا كلهم يقنعوها ان ما ينفعش مستشاره جواز تكون اصلا مش مرتبطه، لكنها برضه بترفض. وبنعرف ان سبب انها مش قادره تنسى فارون هو انهم مع بعض من ايام ما كانوا في المدرسه وهم صغيرين، وكبروا مع بعض وارتبطوا 3
سنين كاملين. وعند كوستي بيكون جريش بيكلمه عن بنته اللي اسمها رونجون، وبيقول له كوستي ان الموضوع بينهم ده انتهى وما بقاش يفكر فيها خالص. لكن تاني يوم في الشغل بيلاقي رسائل جايه له من رونجون بتقول له ان علاقتهم انتهت وانها جايه له مكتبه دلوقتي عشان يخلصوا كل حاجه. عشان كده بيهرب من المكتب وبتشوفه نيرالي. ولما بتوصل رونجون للمكتب وبتسأل سيرينا عن كوستي بتقول لها نيرالي انه لسه هربان دلوقتي، وبسبب ان رونجون بتتكلم وحش جدا عن كوستي بتعجب بيها نيرالي وبتعزمها على قهوه. ولما بتسألها بقى هي مين بالظبط بتتفاجئ لما بتقول لها ان اسمها رونجون وهي مرات كوستي وبتحاول على قد ما تقدر تتطلق منه. وعند كوستي بنشوف ان جريش بيحاول يقنعه انه يطلقها ويشوف حياته لانه هو كمان زهق وعايز يرجع لمراته. لكن كوستي بيقول له انه مش هيطلقها عشان يخليها تعاني، بس جريش بيقول له ان انت اللي بتعاني مش هي، وانه عارف انه مش عايز يطلقها عشان عنده امل ان الامور تتصلح بينهم. اما عند نيرالي بتكون قاعده مع رونجون ورونجون بتحكي لها هي علاقتها عامله ازاي مع كوستي، وبتقول لها ان طباعه وحشه جدا، يعني مثلا بيعمل مشاكل كتير وبيحرجها لو حد بس زود حتى ولو ربع معلقه سكر على قهوته. ومره تانية كانوا في مطعم وجات واحده حبهان تحت ضرسه، ومن ساعتها وكل ما يروحوا مطعم بيفضل يشيل كل التوابل اللي في الاكل لحد ما الاكل بيبرد اصلا. ووصلها في مره لدرجه انها اكلت من زهور الزينه اللي على الترابيزه من الجوع. وبتشتكي لها كمان انه بيحب الطبخ لدرجه انه ما بيخليهاش تدخل المطبخ خالص. ومع ان المفروض ان رونجون بتحكي لها عن عيوبه، الا اننا بنشوف ان نيرالي شايفه ان دي مميزات اصلا وبتبدا تعجب بيه. وبتحكي لها انه كمان قبل ما يفتح مكتب كان شغال في شركه كبيره للمحاماه، لكنه في يوم البنت اللي كان بيترافع عنها ادعت بالكذب ان جوزها ضربها، وبسبب انه ما بيحبش الكذب كوستي ساب القضيه وعمل مشكله مع الشركه وسابها هي كمان. وبنشوف ان مع حكاوي رونجون بيزيد معاها اعجاب نيرالي بكوستي، لكنها مع انها متضايقه منه بتبدا برضه تقول انه رومانسي وانه بيحب الرقص وبيرقص حلو جدا. ومع انه كان بيحسسها دايما برومانسيته دي الا انها برضه خانته. وبتقول لها انه من بعد ما ساب وظيفته والمشاكل بينهم بتكتر وهي عشان كده عايزه انهم يسيبوا بعض. وبتحاول نيرالي تنصحها ان علاقتهم لسه في فرصه انها تتصلح، لكن رونجون ما بتقتنعش. وبعدها بتقول لنيرالي ان عندها طياره لازم تلحقها وهي عارفه كوستي مش هيجي دلوقتي، عشان كده بتطلب من نيرالي انها هي اللي تكلم لها كوستي عشان يطلقها، مع انها عارفه انها مدبره جواز. ومع انها في الاول ما بتكونش موافقه، لكن اصرار رونجون بيخليها توافق. ولما بيرجع بالليل عشان ياخد حاجته من المكتب بعد ما بيتاكد انها مشيت بيلاقي نيرالي مستنياه وبتحكي له على اللي حصل بينها وبين رونجون، وبتقول له انها طلبت منها انها تكلمه، لكنه زي ما توقعت بيتعصب عليها وبيسيبها وبيمشي. ومن بعدها بيبدأ على قد ما يقدر يتجنبها وهي كمان ما بترضاش تضغط عليه. وبتعدي فترة على كده وبيشتموا بعض بس من بعيد لبعيد. وفي يوم بتكون نيرالي سهرانة مع صاحبتها وبتشرب كتير جدا لحد ما بتسكر، وفجأة بتلاقيها صاحبتها بتتكلم عن الرقص وانها هتكون راقصة محترفة زيه، لكنها بعد ما بتقوم بتهبل شوية وبعد كده بيغمى عليها. وبتاخدها صاحبتها تروحها وبتلاحظ ساعتها انها لما بتتكلم عن كوستي بتنسى فارون خالص، وبتقول لها تشكر كوستي على ده. ولانها سكرانة بتتصل بيه فعلا وهو قاعد مع جريش ومراته، وبتبدأ فجأة تشتمه وبتقول له انه محامي طلاق لكنه خايف من طلاقه هو. وبتحاول صاحبتها تمنعها لدرجه انها حتى بتهرب منها وبتكمل شتيمه فيه وهي لوحدها. وبتكون مرات جريش مبسوطه لان البنت بتقول له كلام هم مش عارفين يقوله له لان هو المفروض عصبي، لكن نيرالي عرفت تسكته. وبعد ما بتشتمه حبه حلوين بتقفل السكه في وشه. وتاني يوم بتروح المكتب وهي متخفيه بسبب احراجها من اللي عملته وهي سكرانه، وهو كمان بيدخل وهو محرج جدا لانه عارف ان كلامها كله كان صح فما بيوريهاش وشه. وبيفضلوا الاتنين فتره محرجين يوروا وشهم لبعض. وبعد ما بتعدي فتره بتبدا نيرالي ترجع لشغلها تاني والاصوات اللي بتزعج كوستي، ولما بيجيب اخره من الاصوات اللي هي بتعملها في مكتبها بيقوم يروح لها اخيرا. ولما بيكون خلاص هيزعق لها بيلاقيها بتكلم اتنين عن انهم مش معنى انهم مختلفين في طباعهم ان ملهمش فرصه مع بعض، وبيعجب جدا بكلامها وبيقف يسمعه وبينسى اصلا هو كان جاي ليه. وهو خارج بيلاقي امها شايله حاجات كتير وبيساعدها وهو ما يعرفهاش، وبتشوفه هي فبتجيلهم. ولما بيعرف ان امها بيبدا يغيظها وبيتعامل مع امها معامله حلوه جدا لدرجه انه بيعزمها على قهوه وهي كمان بتعزمه على عيد ميلادها. وبتكون نيرالي قاعده بعيد ومتغاظه، وفي وسط الكلام بتقول امها انها مجهزه لمسابقه رقص في عيد ميلادها عشان نفسها هي واصحابها يتعلموا الرقص. وبيقول لها انه اكيد هيحضر وممكن كمان يعلمها لانه بيرقص كويس. وبسبب غيظها بتتخانق مع نيرالي حتى قدام امها، فامها بتزعق لهم وبتسكتهم. ولما بتتخانق مع امها وهم ماشيين عشان عزمته مع انه اهانها قدامها بتقول لها امها انها اشتغلت في تنظيم الجواز لمده 35 سنه وعارفه ان تصرفاته دي مش اهانه خالص، بالعكس دي شايفه ان في بينهم توافق كبير. وتاني يوم بتكون نيرالي عامله لزباينها حاجه اسمها اختبار فيرمونات، والاختبار هو ان كل الموجودين هيغطوا عينيهم وهيمشوا بس ورا احساسهم اللي هيوديهم لشريك حياتهم. كميه كلام ملزق كده مش عارف اوصفه لك يا اسطى، بس المهم يعني ان كلهم بيعملوا كده فعلا وكل واحد بينجذب للي بيحبه، لدرجه ان في واحد منهم بينجذب لسيرينا واللي اصلا ما كانتش معاهم في الاختبار، بس زي ما قلت لك الفيلم انتاج نتفليكس فاتشقطت عادي.
وبتروح بعدها تشوف كوستي وهو بيدرب امها واصحابها على الرقص، وبيروح ساعتها يقول لها ان امها طلبت منه انه من دلوقتي لحد عيد ميلادها واللي فاضل عليه اسبوعين ما يتخانقش مع نيرالي خالص، وبتوافق انهم يعملوا هدنه وبتكون مبسوطه. وبتعدي فتره بيشوفها فيها وهي بتشتغل وهي بتشوفه وهو بيعلم امها الرقص، وبيحسوا انهم مبسوطين لاول مره بجد لانهم ما بيتخانقوش. وفي يوم وهو بيدرب امها على الرقصه بيجيله كبير وبيقعد معاه وبيقول له ان نيرالي بتتكلم عنه كتير، وبسبب انه كبير فعلا بيبدا ينصحه يتصرف ازاي قدامها. وفي نفس الوقت ده بيكون جريش رايح يقابل نيرالي واللي في الاول بتحسبه بيعاكسها فبتهرب منه، بس لما بيوريها صورته مع كوستي بتوافق تقعد معاه. وعند كوستي بيكون كبير بيحكي له عن فارون واللي كان مرتبط بنيرالي، ولما بيساله سابها ليه بيتفاجئ لما بيقول له انه مات من سنه. وبيفتكر كوستي انه وهو بيشتمها لما سمعته قال انها مش مرتبطه لانها شخصيه وحشه، ولما عرف ان فارون مات حس قد ايه هو جرحها بكلمته اليوم ده. وبيكون كبير زعلان على حال نيرالي وبيطلب من كوستي انه يدور لها على عريس. وعند جريش بنشوف انه راح يقابل نيرالي لانه عايزها تشوف عروسه لكوستي من شغلها عشان يرجع هو كمان لمراته، ولما بيلاقيها رافضه لانه المفروض متجوز يخليها تكلم مراته عشان تقنعها هي. وبيقول لها ان حاله كوستي صعبه جدا، وبيحكي لها انه كان بيجيب بنات للبيت بعد ما رنجون سابته وقال ان كده حالته كويسه ومفيش مشاكل، لكنه في مره اكتشف ان كوستي بيجيب البنات دول عشان يحكي لهم عن حياته مع رنجون ويطيبوا خاطره بس مش اكتر. وبيقول لها انه لجأ لها لانها الوحيده اللي قدرت تزعق لكوستي وما قدرش يرد عليها، عشان كده هو شايف انها اكتر واحده فاهماه وبتضطر توافق. وعند كوستي بيطلب منه كبير انه ينظم لنيرالي مقابله مع شاب عشان ينسيها فارون، ولما بيساله عن مواصفات الشخص ده بيقول له انه اهم حاجه ما يكونش شبهك. وبيروحوا شغلهم عادي تاني يوم وبيسمعها بتكلم صاحبتها وبتقول لها ان المتطوع اللي المفروض يجرب معاها حاجه اسمها اختبار التوافق اعتذر ومش جاي، عشان كده بيقول لها انه هيتطوع مكانه وبتضطر توافق. والاختبار بيكون ان كل واحد منهم يكتب اسئله يسالها للتاني ويشوف اجاباته هتكون ايه، وبيعملوا كده فعلا. وبعد ما بيخلصوا اجاباتهم بيدخلوها على برنامج الاختبار على الكمبيوتر وبيطلع لهم ان نسبه التوافق بينهم 35% بس. وبسبب كده بيتضايق كوستي وبيمشي. وبعد ما بيخلصوا شغلهم اليوم ده وبتكون مروحه بتتفاجئ انه جاي يقول لها انه عايز يعيد الاختبار تاني، وكل ده عشان هو بيكره الهزيمه و35% دول شويه قوي. لكنها بتقول له انت كنت متوقع ايه؟ ده احنا من يوم ما عرفنا بعض واحنا بنتخانق بس، واحمد ربنا ان النسبه ما طلعتش صفر. ومع كده في الاخر بتشكره وبتقول له انه ساعدها تختبر البرنامج بتاعها عشان عملائها، لكنه من عصبيته بيقول لها ان البرنامج ده كله اي كلام وان مش طبيعي تحكم على العلاقه من برنامج كمبيوتر. ولما بتشوفه متعصب بتتعصب هي كمان وبتقول له انت مش هتعلمني شغلي والمفروض اعمل ايه. وبتتفاجئ بقى ساعتها انه عمل لايك وشير للفيديو واشترك في القناه وفعل الجرس وراح بص على قناته لطها كوره اللي في الديسكريبشن واشترك هناك برضه. ايه ده يا اسطى اللقطه فاتتك؟ انا اسف. المهم بقى انها بتكون متفاجئه من اللي حصل بينهم ده، لكنها بتكون مبسوطه جدا. وبيقاطعهم واحد عايز يركب الاسانسير فبيتهدوا بقى شويه، ولما بيكونوا لوحدهم في مكتبه بيشوفوا هناك صوره رنجون وبتعرف انه لسه مش عارف يتخطاها، لكنها بتعذره لانها هي كمان بتمر بنفس الحاله، بس بتقوله انها مبسوطه من اللي حصل وبيتفقوا يكرروه. وتاني يوم بتحاول تتصل بيه كتير بس ما بيردش، وبتلاقي سيرينا داخله عليها بتورته وبتقول لها ان الواد بتاع الاختبار خطبها، وبتشكرها وبتحكي لها انها كانت متجوزه وان جوزها كان بيضربها وان كوستي هو اللي طلقها وما خدش منها فلوس وكمان شغلها معاه، وكانت فاكره ان فكره الحب دي صعب تحصل لها تاني لكنها حصلت بسبب نيرالي. عشان كده بتشكرها وبتقول لها انها هتروح على شغلها، لكن قبل ما تروح بتسالها نيرالي عن كوستي وبتقول لها سيرينا انه ما جاش ولغى كل المواعيد ودلوقتي ما بيردش على تليفونه، وبعدها بترجع لشغلها. وبتقعد نيرالي تتصل بيه كتير جدا وما بتكونش عارفه هو ما بيردش عليها ليه من بعد اللي حصل بينهم. وبيعدي كذا يوم وهي ما تعرفش عنه حاجه وكمان ما بيجيش شغله، وحتى هي ما بتكونش مركزه في شغلها خالص بسببه. ولدرجه كمان ان حتى ام نيرالي وصاحباتها بيروحوا يسالوا عليه لان فاضل يومين بس على عيد ميلادها وعايزاه يكمل تدريبهم. وبسبب حزنها بتتعصب نيرالي وبتقول لهم انهم ما يعتمدوش على شخص زيه تاني. والاول مره اخيرا بتعترف لصاحبتها انها حبته، بس ده غلط لانه راجل متجوز. وبتحاول صاحبتها تواسيها لكن حالتها بتكون وحشه جدا لانها حبته بجد وهو سابها بسهوله. وبسبب حزنها بتقرر ان تاني يوم هو يوم جديد بالنسبه لها وهتبدا فيه بشخصيه جديده تنسى فيها كوستي خالص. وبتقدر فعلا انها تتغلب على مشاعرها وبتروح شغلها تاني يوم وبتلاقيه جه اخيرا، بس بعد ايه بقى؟ ولما بيحاول يكلمها ويشرح لها اللي حصل بتيجي امها وبتاخده عشان يكمل تدريبهم. وبالليل بيروح يقعد مع جريش وبيحكي له كل اللي حصل بينه وبين نيرالي، ولما بيساله اختفى فين الاربع ايام دول بيقول له انه راح يقابل رنجون. وبيتفاجئ جريش لكننا ما بنعرفش ايه اللي حصل بينهم. وتاني يوم بيكون هو يوم عيد ميلاد ام نيرالي وبيحضروا كوستي، وبيشوف هناك نيرالي وبيكون هيموت ويكلمها لانه حاسس بالذنب. وبتبدا فقره مسابقه الرقص وبيتفاجئوا ان امها بتقدمهم هما الاثنين عشان يكونوا الحكام. وبيحاول ينتهز فرصه انه قاعد جنبها عشان يحكي لها اللي حصل معاه، لكنها بتسكته وبتبان انها مش مهتمه. لكن لما بتبدا المسابقه بتشوف بنفسها قد ايه امها واصحابها الكبار في السن دول مستمتعين بحياتهم. وكمان بعد ما المسابقه بتخلص بيتفاجئوا بامها بتقدمهم للناس وبتقول ان ده دورهم في الرقص. وبتحاول نيرالي تتهرب من الموضوع لكن امها بتعاند وبتسيبهم وبتطلع. وبيشوف كوستي انها
فرصة كويسة وبيقرر يستغلها ويقرب لها تاني. وهو بيرقص بيقول لها الكلام اللي سمعها بتقوله لزباينها عن الاختلاف بين الاتنين المرتبطين، وساعتها بتقرر هي كمان انها تديله فرصة وبتكمل معاه الرقصة. ولما اخيرا بيكونوا خلاص هيرجعوا لبعض تاني بيتفاجئ الكل ان رونجون جاية تقابله، وبيحاولوا يمنعوها لكنها برضه بتدخله وبتسلم على نيرالي وبتشكرها انها ساعدتها في حل الخلاف اللي بينها وبين كوستي، وبتقول لها ان كوستي راح لها بيتها من كام يوم لكن كوستي بيسحبها قبل ما تكمل كلامها. وبتزعل نيرالي من اللي سمعته لانها كده عرفت ان كوستي في الاربع ايام اللي غابهم كان عند رونجون، عشان كده بتعيط وبتطلع من الحفله. وبتروح لها صاحبتها عشان تواسيها وبتحكي لها انها كانت فاكره ان عمرهم ما هيرجعوا لبعض عشان كده قربت لكوستي، لكن بسببها رجعوا لبعض وطلعت هي الوحيده اللي خسرانه بسبب انها حبته. وفجاه بتلاقيه جاي لهم فبتحاول تداري دموعها وبتقوم تبارك له على رجوع الرنجون، وبتسيبهم صاحبتها لوحدهم وبيبدا يحكي لها اللي حصل، وبيقول لها انهم اخر مره لما كانوا مع بعض هو اخد بعضه وراح لرنجون بعدها، واتكلموا لوقت طويل جدا وحلوا كل مشاكلهم مع بعض، وبيشكرها بعدها لانها كانت السبب في انه بقى حر. وبتستغرب لما بتسمع الكلمة وبتسأله يعني ايه، فبيقول لها ان موضوع واجراءات الطلاق اخدت منه الاربع ايام اللي هو كان غايبهم، وبيعترف لها بعدها بحبه اخيرا بعد ما بقى حر وطلق رنجون، وكمان بيطلب منها الجواز وبتكون فرحانة ومتفاجئة جدا من اللي بيقوله لكنها بتوافق، وبيدمجوا بعدها المكتبين بتوعهم على بعض وبيكملوا حياتهم سوا. وبس هنا يكون الفيلم الملزق ده خلص. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة، وتنزل تبص بصة في الديسكريبشن هتلاقي قناة ولقطها كورة. ما تنساش تشترك هناك وتقول لنا رأيك في فيديوهات كاس العالم. وبس سلام.